السلام عليكم. عندي امتحان بكرة ومش عارف. هو بص، لو انت متابع جديد عندي هنا في القناة، فالنظام الحلقات اللي احنا بنعملها دي هي ما هي لا توثيقات، بس هي لليلة الامتحانات اللي احنا بنمتحنها. وباين على صوتي ان انا عندي برد وحالتي تعبانة خالص. فعندي امتحان بكرة ومش عارف. يعني كل اللي قدامي ان هم 24 ساعة. بص، فكرة انك تخلص المادة في وقت قليل، انت بتضحك على نفسك. معلش بس هو زوري تعبان، بس يعني حاول انك تتأقلم وتسمع الكلام مني يعني. آه انك لو في اي مرحلة، في كلية، في ثانوية، في اعدادية، والله لو في ابتدائية، فهو انك تحاول انك تبصمج المادة زي الاسماء الغريبة اللي احنا بنسمعها في تنزيل البي دي افات بتاعت الكلية، اللي بوست مش عارف ايه، الدحيح مش عارف مين، التلخيص اللي مش عارف لمين. فاتكلمت في حتة قبل كده ان الدكتور مثلا يكون شارح المادة في كام شهر، وانت اللي هو ايه عايز تبصمجها في كام دقيقة. فمن المستحيل من المستحيل ان انت تعمل كده. الحل الوحيد هو انك يعني بتحاول انك يعني اهو يعني اي حاجه كده اللي هي ماشيه بنذاكرها. بس الصح هو انك عمرك ما هتحل زي طالب بيحضر محاضرات، زي طالب بيحضر السكاشن. مستحيل مستحيل ربنا يكرمك بده، وده مستحيل طبعا ربنا يقارني بواحد طبعا قاعد يذاكر طول السنه. فنصيحتي ليك في الفيديو ده هو انك اوعى تزنق نفسك، وانك تفكر نفسك انك دحيح. وزي حالاتي كده كنت مفكر نفسي حاجه في ليله الامتحان زي دلوقتي. يعني بص الكلام مش عارف هو ظاهر ده، بس اللي هو ايه، الحاجات اللي انا كاتبها دي كده اهي. الحاجات اللي انا كاتبها دي ما هي الا بصمجة، وده غلط يعني، اوعى تعمل كده. لكن ده اللي قدامي دلوقتي. الحل الوحيد اللي انا كنت سمعته لاحمد ابو زيد ان هو انك خلاص الوقت عدى خلاص، لكن قدامك حل واحد انك تذاكر زي حالاتي كده وتفر المادة كده قراءة. ودي كان يتكلم فيها واحد من الجماعة اللي هم بتوع البيزنس، صلاح ابو المجد. كان قال لك ان من اكتر الحاجات الغلط ان انت تقعد تكتب 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 بالطريقة الكليشيه اللي احنا بنتكلم عليها دايما دي. لكن الاحسن، ودي طريقه يعني جربتها، هو انك تقرا كتير كتير للماده كتير، تقعد تقرا في الماده دي كتير. وكان ليا واحد صاحبي اسمه المعداوي، كان دايما اقعد انا اكتب كتير كتير قوي، وهو يعني يقعد يقرا الماده مثلا ساعة أو ساعتين بالكتير، وتلاقيه حافظ المنهج أكتر مني، وما أنا عمال أكتب من الصبح. فأوعى تعمل أوعى تقع في غلطتي، وإنك تفكر إنك تراجع المادة ليلة الامتحان. فانت تقدر تعملها، ولكن فكرة انك مش هتحصل حاجة، ما هو الا كلمتين هتخش بس تحطهم في الامتحان ومش هتستفاد حاجة. فانا زي حالتي دلوقتي اهو مزنوق في المادة. الساعة دلوقتي 3 او 2:30، لا 2:30، انا شفت غلط اني مش لابس النضارة. فالساعة 2:30 كلها 3 ساعات او 4 ساعات وهبدأ اسافر. ف اوعى اوعى تغلط غلطتي انك تفكر انك دحيح وانك هتذاكر المادة في يوم واحد. مستحيل 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 علميا. مستحيل انك مادة زي دي او ايا كان مجالك او ايا كان كليتك انك هتذاكر مادة في يوم واحد. او في ده انا اللي هو انا فكرت نفسي ان انا دحيح لدرجة ان ممكن الم المادة في 4 ساعات. يعني ان انا عمال من الصبح عمال اعمل كذا حاجة. منهم كنت باخد كورس في المونتاج وكده، فقعدت فيه فترة كبيرة جدا، قعدت من الظهر مثلا لغاية المغرب. فقعدت اتعلم حاجات كتير جدا ونسيت اصلا المادة اللي عليا. فلو فكرني انت احمد زويل وهتلم المادة في كلمتين ونص، انسى انسى. اوعى تعمل غلطتي انك تلم المادة في ليلة الامتحان. تحس انك مشوش، تحس انك تايه، تحس انك ما حلتش، مش محصل حاجة. وحتى لو حصلت مش هتحصل 5 أو 10%. فاوعى تعمل حركة انك تقول انك هتذاكر المادة ليلة الامتحان. ودي كانت نصيحة من اخ لاخوه او اخته او ايا كان اللي بيشوف الفيديو ده. اوعى تعمل الحركة دي. اوعى تعتمد على الملخصات. اوعى تعتمد على اللبوسة اللي كانت هتنزل في الجروب بتاع الكلية. اوعى تعتمد على فكرة انك
فهلوي وبالفهلوه كده هتشتغل هتراجع المادة في كلمتين. مستحيل مستحيل، صدقني عن تجربة، مستحيل. اشوفك في زنقة مادة جديدة ان شاء الله، في اخر مادة هقول لك انا عملت ايه في المادة دي. نشوف الفيديو الجاي ان شاء الله. اشوفك على خير، سلام.